3, 2, 1, 0. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. حياكم الله وحيا هذه الوجوه المباركة الطاهرة النظيفة، الوجوه المؤمنة التي أشرقت بنور الإيمان ونور الإسلام، فلله الحمد كله والشكر. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أردت اختيار الموضوع الذي أتحدث به إليكم، لكني رأيت أن أقف مع بعض آيات من سورة القصص تتعرض لقصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وبني إسرائيل من قبل أن يولد موسى، وهي قصة حرية بالتأمل، لا سيما في واقع المسلمين المرير الذي نود لو أن الله عز وجل غيره إلى الأفضل ومكن لأهل الإسلام كما مكن لبني إسرائيل بعد أن كانوا ضعفاء لله في وضع لا يحسدون عليه. يقول الله جل وعلا في صدر هذه السورة، سورة القصص: طاسيم ميم. هكذا بدأت السورة، وهي بداية تحفز الذهن للتفكير والتدبر. ما معنى طاسيم ميم؟ هذه حروف مقطعة، طاء سين ميم، هي حروف من الحروف العربية ابتدأ الله بها للدلالة على إعجاز القرآن، وكأن الله يقول لحروفكم وكلماتكم أيها العرب نخاطبكم من جنس هذه الحروف، كتابنا نتكلم به، هو كتاب ربنا تبارك وتعالى معجز، رغم أنه بكلمات العرب وبلسان العرب وبحروف العرب، إلا أن أحدا لا من العرب ولا من غيرهم، لا من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة يستطيع أن يأتي بحرف من كلام الله عز وجل. Mkate waffe agambye nti topisi zaalibadde nnyingi zetusomamuuko, naye ayagadde tusomeko ku zimu ku aya za Allah subhanahu wa ta'ala, suratu al-Qasas, tukitegeere ssuula eyo ne obukulu obuli mu ssuula eyo n'ekyafaayo Allah subhanahu wa ta'ala kyatumizaako ekikwata ku baana ba Israa'iila alayhi ssalaam abaali abanafu mu ntandikwa. Allah n'amala n'abawa amaanyi, naye nga kyava ku kukkiriza bwe baali balina mu mitima gyabwe. Nagamba essuula eno ze zimu ku ssuula ezitandika n'ennukuta enkutulekutule. Ennukuta ezo nga zo tezivuunulwa, era atandise bulungi Taasiim. Ziri ennukuta ssatu zokka, tezisobola kuzivuunula, wabula Allah subhanahu wa ta'ala yesigaliza okumanya kw'amakulu gaazo. N'ategeeza nti wabula okubeera nga abawalabu baali beewaana, tebamanyi nnyo olulimi lwabwe, bakugu nnyo, naye tebasobola kutegeera bukulu bwa nnukuta ezo Allah ze yatandika nazo essuula eno. تلك آيات الكتاب المبين، تلك إشارة إلى آيات القرآن، أي هذه آيات القرآن واضحة بينة، كلام الله واضح ليس صعبا. ولهذا قال جل وعلا في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر، هو ميسر فهل من مدكر؟ ولقد يسرنا القرآن ميسر ليس صعبا على أحد، لكن يحتاج أن نتأمله، أن نتدبر. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى، نتلو عليك من قصة موسى وفرعون بالحق، وكل كلام الله حق. القصص فيه حق وباطل، أما قصص القرآن فليس فيه إلا الحق.
نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق كما قال الله عز وجل في موضع آخر نحن نقص عليك أحسن القصص. لما؟ لأنه قصص الحق، ليس من وحي الخيال، ليس إبداعا لمفكر أو كاتب، لا، إنه كلام الله الحق. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، لأهل الإيمان الذين يؤمنون بكلام ربنا الرحمن. كما أنت آية إدكو تلك آيات الكتاب المبين. الله يأيوغيرا مستوى شيء تشتيوا قرآن يشتيوا قرآن ينو الله سبحانه وتعالى يجا أدوية أمكروايو قرآن الله نافي ميزا سورة القمر الله سبحانه وتعالى يقول إذا ولقد يسرنا القرآن للذكر الله يقول ذا قرآن nyangu nyo ya kujisoma obuzibu bwayo atugambye buli mu kujisa mu nkola wali obuzibu naye okusoma mutewewunya nti omwana omuto ow'emyaka 5 10 asobola okubeera ng'akwata Qur'ani olabako omwana nga wa myaka 5 naye nga Qur'ani yonna agirina tombuuza yatandika tegikwata nze naawe naye nga ekikulu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yagigonza mu kugisoma naye mu kugisa mu nkola ekaluba nnyo era abatono nnyo abagisa mu nkola n'agenda ku aya endala nti natlu alaika min nabai Musa wa Firauna bilhaqqi tukubuulira oba tukunyonyola oba tukusomesa ebikwata amawulire agakwata ku Musa ne Firauna naye nga amawulire ago ga mazima. Kitegeeza nti eriyo oyinza okujja n'amawulire naye nga si ga mazima. Allah wano yakakasa nti amawulire gano ge tukunyumiza ku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga mazima naye nga abanagategera obulungi liqawmin yu'minun, eri abantu abakkiriza abatya Allah subhanahu wa ta'ala. إن فرعون علا في الأرض. هذه بداية القصة، تبدأ القصة من هنا. إن فرعون علا، طغى، تجبر، ارتفع، ظلم، وجعل أهلها شيعا أحزابا، فرقهم، أفسد فيما بينهم. ولهذا وضعت القاعدة الذهبية بالنسبة لأعداء المسلمين: فرق تسد. تريد أن تكون سيدا على مجموعة ما، فرق بينهم، اجعلهم يبغض بعضهم بعضا، يكره بعضهم بعضا، يعادي بعضهم بعضا، يقع بعضهم في بعض. إذا فعلت ذلك استطعت أن تتحكم فيهم. من لم يضعف بني إسرائيل فرقهم فرعون، جعل أهلها شيعا أحزابا، طوائف، فرق، هذه تتهم هذه وهذه طبعا في هذه. وإذا وجدت الفرقة بين المسلمين ذهب ريحهم. ولهذا جاءت النصوص تأمر بالاجتماع: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لو تفرقتم ذهب ريحكم، لو تفرقتم تمكن منكم أعداؤكم، لو تفرقتم ضعفت كلمتكم، لو تفرقتم لم يكن لكم بين الناس قيمة ولا وزن، وزنكم في اتحادكم. جعل أهلها شيعا يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ما قصة الذبح؟ قصة الذبح يريدها المفسرون وأهل التاريخ أن فرعون جاءه قبطي من الأقطار، راهب من الرهبان، ذات يوم وقال: رأيت نورا أو نارا تخرج من بيوت بني إسرائيل وتتجه إلى قصرك وتحرقه وتزيل ملكك. أو أن فرعون رأى هذا في منامه فجمع الرهبان والقساوسة وقص عليهم الرؤيا: ما هذا الذي رأيت؟ قالوا: يخرج غلام من بني إسرائيل يكون هلاك ملكك على يديه. طيب الطاغية يسكت؟ قال: لا، أصدر أمرا بقتل كل ولد ذكر يولد لبني إسرائيل. Mkado waffe ageze ku aya endala nga yentandikwa yekyafaayo kyetuliko
ekikwata ku Musa n'abaana ba Isirayiri. Agamba nti ayegamba nti inna firawuna ala fil ard, Falaawo yasukka mu bujeemu neyeeyita owa waggulu, naye ng'amakubo ge yakozesa engano. Ekkubo lye yakozesa erisooka wajaala ahlaha shiyaa, yasooka n'atemaatema mu bantu bonna be yali atwala n'abateekamu groups. Kyagambye nti abazungu balina kyebatambulirako nti buli odivaidinga mu bantu ofuna kyoyagala era osobola okubakulembera. Eyo enkola yava ku Falaawo, wajaala ahlaha shiyaa, yasooka n'adivaidi bantu batwala mu groups. Kano tekagala kali ka gurupu, kali kaliwe kati kali kati yenasobola okubeera ng'atambula nga weyagayagala. Groups olwo yastadifu taifatan minhum, nga buli kagurupu kaliganya kagurupu kannaako. Nkola yali Falaawo, aya yakusatu mu suratul Qasas. Naye kirayakola Falaawo ekyali eky'obwononefu, yali asala abaana abasaliddwa. N'atugamba nti ekyafaayo ky'okusala abaana bwe kyava kyali kirooto. Riwaya ezimu zigamba nti eriyo omu ku bakungu abaali mu lubiri lwa Falaawo, kuba walimu abaali beebuuzibwako basosodooki eyalaba ekirooto. Riwaya ezimu zigamba nti Falaawo nyini yalengera omuliro eyaloota oba Falaawo booli yalengera omuliro nga gujja gumalawo embiri za Falaawo n'Abayisirayiri bonna abaaliwo. Bw'akiraba yatya nnyo kuŋŋaanya bakakeesa abamanyi n'abayitiramu mu kirooto ekyo. Omu ku bo kyava agamba nti ekirooto kitegeeza nti eriyo agenda okuzaalibwa naye ng'agenda kubeera wattabu nnyo ku bwakabaka bwo, era yagenda okubeera nga abusaanyaawo. Entandikwa y'okubeera nga abaana nga balina okubeera nga basalibwa. قال يذبح أبناءهم. وبني إسرائيل أو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام له أخت وله أخ. أما أخته فولدت قبل هذه القصة وقبل هذه الأوامر التي صدرت من فرعون بقتل أبناء بني إسرائيل. وأما هارون فذكر المفسرون أنه ولد في السنة التي عفي فيها عن القتل، لأن فرعون لما أمر بقتل أبناء بني إسرائيل واستشعر القتل فيهم جاء بنو إسرائيل وقالوا لو استمر الوضع على هذه الحال سيفنى الذكور من بني إسرائيل ولم نجد من يخدمنا. انظر، لم يخافوا عليهم أنه بشر ويموتون، لا، هو يخاف أنه لا يجد من يخدمه. ما العمل؟ قالوا اقتل بني إسرائيل، أولاد بني إسرائيل في سنة واتركهم في سنة. فولد هارون عليه السلام أخو موسى ولد في سنة العفو. ويتشاء إرادة الله أن يتحدى فرعون وجنوده وأهل الأرض جميعا وقتها بأن هذا نبي سيولد وسيربى وسيحمى في بيت فرعون الذي أمر بقتله. يذبح أبناءهم ويستحيي، يعني يترك البنات، يترك نساءهم حتى يخدموهم وحتى يعملوا لهم في أمور الزراعة وغيرها. إنه كان من المفسدين. فرعون كان من المفسدين. ونريد mukadde wakagamba nti natunagenda wala tulina okumanya nti Musa yalinamu nnyina ne muganda we Haruuni. Noyinza okwebuuza ng'ate Musa yali omukulu nti Haruuni yazaalibwa atya era yawangaala atya n'awona ekizibu ekyaliwo ekyokutta abaana abalenzi. Agamba nti mwannyina wa Musa ye yali yazaalibwa dda. Abawala bo tebalina ttabu kubanga bo tebalina
bakoni bajja kubeera babuzibu mu bwakabaka bwa Firawuna alayhi laana. Obuzibu bwali ku balenzi. Baateekawo etteeka ery'okutta abaana, olwatandika okutta abaana abalenzi nekigenderera abantu baagayo ne bakomplaininga n'abamu ku bakulu ku bakungu ddala ne bagamba nti bwe tunaagenda nga tutta abalenzi bwetutyo ne baggwawo tetujja kufuna bajja kutuwa saaviisi zaffe ze twetaaga mu maaso eyo kubanga abalenzi be bakola emirimu okusinga abakyala. Awo Firawuna n'atuusaamu ku tteeka palamenti lwe teyatuula ne basalawo nti kati bwe tutta kuno omwaka mulamba okuddamu tetulina okubukamu ngawula abaganda abalala kati nga abantu abasala embalo guno omwaka basala bwe tebasala. Ne Firawuna naye yagamba nti kati guno omwaka bwe tusala mulamba okuddako nga tuwummuzaamu nga tusonyiwa. Allah subhanahu wa ta'ala awo yagerera kyali kyagerwa dda nti Haruna ajja kuzaalibwa mu mwaka Firawuna gwajja okusonyiramu okubeera nga abaana abalenzi battibwa era yazaalibwa mu mwaka ogwali gutakkirizibwa kubeera nga batiramu abaana abalenzi. N'agenda mu maaso ne aya yudabbihu abnaahum wa yastahyi nisaahum, yali atta abaana abalenzi era n'abeera nga abaana abawala basonyiyibwa. Naye agamba nti Allah wa buyinza eyagala okulaga Firawuna n'ejjeeye tebalina kyebasobola n'asalawo okubeera nga Musa alayhi salaam ajja kukulira mu mikono gya Firawuna mu lubiri lwa Firawuna era nga akozesa ebintu bya Firawuna ng'ati baloota nga ajja okubeera nga amalawo obwakabaka bwa Firawuna. وهذه الآية إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا وقصة الذبح الواردة نأخذ منها أن الطغاة الطواغيت الظلمة لا يبالون بدماء الناس، لا يهمه أن يموت الآلاف لأجل أن يبقى كرسيه. هكذا هم الطغاة وهكذا هم الفراعنة. وهنا تنتقل القصة إلى مشهد آخر، مشهد هؤلاء المستضعفين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. المن التفضل والكرم، يريد الله أن يكرم الضعفاء، يريد الله أن يكرم المستضعفين، يريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بعد أن كان مستضعفا يصبح إماما، بعد أن كان محكوما يصبح حاكما، بعد أن كان مطاردا يصبح ملكا. هكذا يريد الله جل وعلا ولا رد لإرادة الله. يوم أن يريد الله شيئا لا يستطيع أحد أن يقف في وجه مراده جل وعلا. ونمكن له في الأرض، نمكن لأولئك المستضعفين لبني إسرائيل في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وكان يحذر ذهاب ملكه، سيذهب ملكه على يد أولئك المستضعفين الذين يقتلهم، يسجنهم، يذبح أبنائهم، يستحيي نساءهم. سيزول ملكه على أيديهم يوما ما بإذن الله عز وجل. abadamaliza ayeyo n'agamba nti tufunamu nti sisitimu n'enkola ey'abantu aboononefu nga tebalumirirwa bwe batwala bwe bakola ye nga walaba Falaawo ne bw'asalawo ensi yonna eggweewo ng'abantu bafa bufi naye nga ye asigaddewo akikola. Enkola yagadda ku Falaawo okusinziira ku aya nga bwe tuzirabye, yasalawo ate abaana abalenzi newankubadde ng'anaba babazeewo ku nsi yonna naye nga kyatya obukulembeze we munya obwakabaka bwe buleme kubeera nga oggwawo. Ayiddako gamba nti Allah ategeeza wanuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fi al-ardi wa naj'alahum a'imma. Allah agamba nti ayagala abeerenga awa ekirabo abo bonna bonna abaali abanafu mu nsi. Musa alayhi salaamu n'abantu be abaali abamugoberera abaali abanafu, Allah yatuusa tayimu n'abeera nga yabafuula ab'amaanyi. Si kye kyokka
yabakula abakulembeze wanaj'alahum a'imma Allah abakula abakulembeze wanaj'alahum alwalidin sikyekyoka babeerenga bagenda okusikira ensi era bwekyo bukyali Farao kyeyali asinga okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti wanumakkina Fir'auna wa Hamana wanumakkina lahum fil ard Allah awamuterekevu abo bonna abamugondera Musa alayhi salam n'abantu be Allah abeerenga abawanise okubeera nga bagyeyagaliramu ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون الله سبحانه كفلاو ناونا بامukobera gyebali basinga okutya n'okwekengera ekyokubera ne Musa bamusaanyaawo tebasobola kubeera nga basanga